طبعا هذا يقول لي خالد ممكن دلع على اسم سنابل. لا قدر الله انت ولدي ان شاء الله يا رب مو ولدي بدلعك خنافس. يا ناس اليوم كنت ماشي فجأة في المول الا فجأة واحد يقول لي اتفضل عندنا. انا مسكين والله على نياتي ما كنت بكسر قلبه، يعني ما نفسي اكسر نفس احد، اكيد بروح له وبقول له حاضر من عيني هذه قبل عيني هذه. فوالله يا ناس يعني انا اللي اعرفه الواحد يعطرك في يدك هنا، والله لو احلف لكم بالله جاب العطر انا انكتمت والله كنت بموت. يقول لي ايش بك ريحه عجبتك؟ ريحه ايش؟ انت حتى عطرت ضميري معايا تعطر ضميري. طبعا يقول لي هذا يعطيك العافيه خالد قصتك موتره، خليني اقول طب الموتره. والله يا ناس لاحظت ناس كثير زعلت علي. شوفوا هي الحياه والله لازم نتعب فيها، حتى لو سنين قعدت تبكي. اتذكر ربي كاتب لك شيء احلى في هذه الدنيا، وانا صح بكيت وتعبت والله العظيم. والله كل يوم كل ليله ابكي 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 ابكي، لكن واثق انه ان شاء الله ربي كاتب لي شيء احسن في هذه الدنيا، حتى لو راح مني اشياء كثير وراح اغلى الناس في هذه الدنيا. اهم شيء في الدنيا هذه انه امي تبقى معايا، والله ما بشيء من هذه الدنيا غير انه تبقى معايا. وانه والله ما اتمنى اني ازعلكم، اتمنى اني اشوفكم اسعد ناس في الدنيا. وانا اسف لكل الناس اللي سمعوا القصه وزعلوا، يعني مثلا ما باكم تزعلوا ولا شيء والله، بس انه انا احاول انه اقول لكم لا تستسلموا للحياه، لانه الحياه يبغى لها حياه. يقول لي حبيب قلبي احلى من نتكلم صيني. طبعا انا تعلمت كلمتين صينيه، خشخشوخ يعني صباح الخير، اعتقد هي كل شيء صباح الخير. والكلمه الثانيه كيشكو يعني مع السلامه. ان شاء الله اني تكلمت صيني قد ما اقدر.